في وصفة النهاردة هنعمل مشروب الشتاء الرسمي واحلى حاجة ممكن تتشرب في السقعة دي والوقت ده. هنعمل احلى كوباية حمص الشام في البيت باحلى واسرع طريقة واحلى من بره كمان، وطعمه حلو قوي. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. في حلة على النار هضيف نص كيلو من الحمص، كنت نقعه يوم كامل. كل ما بننقعه اكتر بيسرع التسوية بتاعته، وكل شوية طبعا كنت بغير المية بتاعته. هضيف عليه بقى مية سخنة وكوباية كبيرة من عصير الطماطم الفريش ومعلقة كبيرة من الثوم المفروم. بحب اضيف معاه برضو كمان جزر، دي جزرة مبشورة بتديله طعم حلو قوي. هقلب وهسيبه على النار لحد ما يستوي كويس. سيبته حوالي ساعة الا ربع كده، وهنا كده بعد ما فتحت عليه كان استوى حلو قوي. هضيف عليه بقى دلوقتي الملح والكمون ومكعب مرقة، بس مش بضيف غير دول. في الاخر كده معلقتين من عصير الليمون. كده بقى جاهز. هجيب بقى الكوبايه اللي هقدم فيها، حطيت فيها الحمص وحطيت كمان كده من على الوش شطه، لان الحمص ما ينفعش من غير شطه. ممكن تزودوا كمان ليمون. بس كده ده احلى حاجه ممكن تتشرب في السقعه دي. اتمنى تجربوه بألف هنا.